احنا كمان بنحاول كل فترة نتابع ايه الجديد اللي موجود في العالم، ايه الاصناف الجديدة اللي نزلت في العالم، عشان نبقى برضو على اطلاع بيها ونشوف ايه اللي نجح في المناخ بتاعنا هنا في مصر وقدر يديني انتاجية كويسة، بحيث ان انا اطور من الاصناف اللي موجودة، بحيث ان ده طبعا بيعود على المزارع او صاحب المزرعة بالفايدة. في اصناف جديدة بتدي انتاجية اعلى، بتيجي في اوقات مبكرة بيبقى سعرها اكبر. فدي كلها طبعا بندرس ده قبل ما نبتدي ننتج الصنف عندنا في المشتل. فرص التسوية عاملة ازاي بعد الثمار، الجدوى الاقتصادية بتاعته ايه، هل ايه انواع التربة اللي بتناسب الصنف، ايه المناطق والظروف المناخية اللي تلاقي من الصنف ده. لان احيانا بيقابلنا مزارعين بييجوا يطلبوا صنف معين والارض بتاعته لا تصلح للصنف ده. في اصناف مثلا بتحتاج درجة حرارة عالية، مثلا ممكن تزرع في وجه قبلي في الصعيد مثلا، ما ينفعش ان احنا نزرعها هنا في وجه بحري في مناخ مختلف. لازم يكون الصنف ملائم لطبيعة المناخ، طبيعة الأرض، نسبة الأملاح والعناصر في المية. فده طبعا كل ده لما المزارع بيجي يتواصل معانا ما بيكونش عنده فكرة، احنا بنحاول نوصل له الصورة بشكل أوضح، بنحاول نساعده في الإجراءات اللي ممكن ياخدها، ازاي يعمل تحليل للتربة، ازاي يعمل تحليل لمية الري، ازاي يختار الصنف المناسب للأرض عنده، ازاي يختار الصنف المناسب لطبيعة الأرض عنده، المناخ هناك شكله عامل ازاي، هل هو هيناسب الصنف بتاعه ويديني إنتاجية أعلى أو لا. كل ده بندرسه مع المزارع في البداية خالص، عشان نوصل في النهاية إن هو يكون بيستثمر مظبوط، وبيستثمر استثمار سليم يعود عليه بالفايدة. لأن بنشوف طبعا مزارع ده أو مزارعين دخلوا في الموضوع دوت بدون دراسة، بدون ما يستشيروا، بدون ما ياخدوا رأي، وللاسف يعني خسروا خسائر كبيره لان ما زرعش الصنف المناسب في الارض بتاعته. فدي حاجه احنا حابين برضو نركز عليها قوي، ان احنا نختار الصنف المناسب لنا، نختار الارض المناسبه، عشان في الاخر ده احصل منه على اعلى انتاجيه، احصل منه على اكبر فايده ممكنه. وارد يكون في صنف مناسب للارض بتاعتي وانتاجيته عاليه جدا وارباحه كويسه جدا، بس انا ما عنديش فكره عنه. فكلنا بنتناقش فيه مع المزارع لما بيتواصل معانا وبيكلمنا، بنتناقش في كل التفاصيل ديت، وما بنخطوش اي خطوه في المشروع بتاعه غير لما تكون مدروسه بعنايه جدا، عشان ما نضطرش ان احنا نكلفه تكاليف باهظه ويرجع يعيد استثماره من تاني. فده احنا بنقدمه للمزارع كخدمه مننا، يعني بخلاف طبعا شتله مميزه مش ان شاء الله يعني مش هيلاقي زيها في اي مكان.